لماذا هذا الإصرار على التوازن الاستراتيجي مع المغرب؟ درجة كبيرة يعني تسلح مشكلة. النظام الجزائري منذ بداية الصحراء الغربية عمره ما شرح للشعب الجزائري ولا العرب قضية الهوس مع المغرب. المغرب في قضية الصحراء أمام محكمة العدل الدولية عندما طلبت الجمعية العامة رئيس استشاري محكمة العدل الدولي. المغرب كان يصر على مبدأ تاريخية الصحراء أو تاريخية الحدود. تاريخية الحدود لو محكمة العدل الدولية أكدت على ذلك وقبلت وجهة النظر المغربية، تعرف ماذا يعني ذلك الجزائر؟ يعني شيء واحد، أن الجزائر تاريخيا تندوف وغيرها لغاية الثلاثينات كانت تابعة للمغرب. تاريخية تعني أن الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل. لأن العرش العلوي أو المطالبات المغربية بالتاريخية توصل تلمسان وتنزل جنوبا، ونحن وبالتالي احنا نفقد أهم عنصر من عناصر التراب الوطني الجزائري. لذلك القضية تطرح بقضية تصفية